بسم الله حبايبنا الغاليين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ما زلنا في كورس الاساسيات اللي احنا اتفقنا عليه في ال 15 يوم بتوعنا من يوم 1/8 ليوم 15/8. اتفقنا، بحب افكرك ان احنا عندنا ان شاء الله السنه دي 6 فروع. الست فروع دول عشان نقدر نشتغل فيهم بشكل كويس وما نتعطلش اثناء ما احنا شغالين باي حاجه من سنه اولى وسنه تانية. الست ساعات بتوع كورس الاساسيات دول مهمين جدا جدا بالنسبه لنا. بفضل الله خلصنا اول محاضرتين ووصلنا للمحاضره رقم 3. خلصنا في المحاضره الاولى التفاضل واساسيات حساب المثلثات، برغم ان احنا ما عندناش مثلثات في سنه ثالثه، بس قولا واحدا احنا محتاجين المثلثات في معظم فروع سنه ثالثه. المحاضره اللي فاتت كانت محاضره التكامل، وما ادراك ما التكامل. التكامل مهم للتكامل سنه ثالثه ومهم كمان للديناميكا، فكان لازم ان احنا نعدي على التكامل. ما زلنا في البحثه 4 فروع. خلصنا التفاضل، خلصنا التكامل، الدور على الجبر ثم الفراغيه، ثم ندخل بعد كده في التطبيقيه استاتيكا وديناميكا. تعالوا كده نشوف النهارده المحاضره الثالثه في اساسيات الجبر، ايه اللي احنا محتاجينه في الجبر السابق عشان نقف على رجلينا في جبر سنه ثالثه. يلا بينا. مما لا شك فيه انك لازم تكون بتعرف تحلل. احنا عندنا انواع مختلفه من التحليل، تعالى كده نعدي على نوع من التحليل ونفكرك كان بيتعمل ازاي. النوع الاول اللي مكتوب قدامك على السبوره س تربيع ناقص 4، هذا النوع من التحليل اسمه فرق بين مربعين. طب بيتعرف ازاي؟ اول حاجه بيكون في النص اشاره سالبه، وبيكون الحد الجبري الاول له جذر تربيعي والحد الجبري الثاني له جذر تربيعي. في الحاله دي بتعرف ان التحليل ده اسمه فرق بين مربعين. طب يعني ايه تحليل؟ يعني تكسير، بدل ما هو مقدار واحد بكسره لكذا حاجه تانية. فاحنا هنمسك هذا المقدار ونحلله الى مقدارين. طب بنحلله ازاي؟ بنمسك الحد الجبري الاول س تربيع وبنجيب جذره التربيعي. جذره التربيعي س يتكتب هنا ويتكتب هنا. نشوف الاربعه جذرها التربيعي ايه؟ جذرها التربيعي 2 بيتكتب هنا وبيتكتب هنا، والاشارات واحده موجبه وواحده سالبه. بكده انت افتكرت ازاي بتحلل فرق بين مربعين. النوع الثاني من التحليل حاجه اسمها مجموع مكعبين. طبعا مجموع مكعبين والفرق بين مكعبين نفس السيستم، الفرق ما بينهم بس الاشاره، يعني الاثنين دول هيتحللوا شبه بعض. طب هو مجموع مكعبين بعرفه ازاي؟ بعرفه لو لقيت اشاره موجبه ولقيت ان الحد الجبري الاول له جذر تكعيبي والحد الجبري الثاني له جذر تكعيبي، بالتالي بعرف ان هذا المقدار اسمه مجموع مكعبين. طب بيتحلل ازاي؟ بنفتح قوس صغير وبنفتح قوس كبير. القوس الصغير بيتجاب من الاصل، بتمسك السين تكعيب بتشوف جذرها التكعيبي ايه، السين تكعيب جذرها التكعيبي س بتكتبه هنا. بتشوف الواحد جذره التكعيبي ايه، الواحد جذره التكعيبي 1 بتكتبه هنا، وسيب الاشارات في الاخر. تمسك السين دي تربعها هتطلع س تربيع. تمسك الواحد ده تربعه هيطلع 1. تمسك السين والواحد تضربهم في بعض هيطلع س. والاشارات زي ما قلت لك في محاضره التفاضل زيها عكسها مريحه نفسها. زيها يعني الاشاره الاولى مثل الاشاره الاصليه، عكسها يعني الاشاره الثانيه عكس الاشاره الاصليه، مريحه نفسها يعني على طول بالموجب. دي طريقه تحليل مجموع مكعبين. نفس الكلام في الفرق بين مكعبين، بس هنا هتلاقي إشارة سالبة وهتلاقي إن الأول له جذر تكعيبي والأخير له جذر تكعيبي. طب بيتحلل إزاي؟ قوس صغير وقوس كبير. بجيب الجذر التكعيبي للحد الأول س تكعيب جذرها التكعيبي س. الجذر التكعيبي للحد الثاني 8 جذرها التكعيبي 2. بمسك السين أربعها واكتب هنا تطلع س تربيع. بمسك الاثنين اربعها واكتب هنا تطلع 4. بمسك السين والاثنين اضربهم في بعض واكتب في النص هتطلع 2 س. والاشارات زيها عكسها مريحه نفسها. زيها يعني زي اشاره الاصل، عكسها يعني عكس اشاره الاصل مريحه نفسها يعني على طول بالموجب. خلي بالك ما ينفعش تحلل المقدار ده. المقدار ده ما بيتحللش، يعني ما تحاولش تحلله. ما ينفعش تحلل المقدار ده، المقدار ده ما بيتحللش، يعني ما تحاولش تحلله.
بكده عدينا على التحليل، فرق بين مربعين، مجموع مكعبين، فرق بين مكعبين. طب ما تيجي نعدي على المقدار الثلاثي البسيط. هذا المقدار اسمه مقدار ثلاثي بسيط. طب ليه سميناه ثلاثي؟ لأنه بيتكون من ثلاثة حدود. ليه سميناه بسيط؟ لأن السين تربيع المعامل بتاعها واحد. طب ده بيتحلل ازاي؟ بنفتح له قوسين. بمسك السين تربيع واحللها. السين تربيع تحليلها س في س. مطلوب البحث عن عددين لما يتضربوا في بعض يدوا 3، ولما يتطرحوا من بعض يدوا 2، لان في ناس ما بتعرفش تحلل وفي ناس بتعتمد على الآلة في التحليل. ماشي اوكي، انا ممكن اشتغل بالآلة كتأكيد، لكن لازم وانا في ثانوية عامة اكون بعرف احلل عشان الكلية كمان. يبقى انا عايز عددين حاصل ضربهم 3 ومطروحهم 2، 3 في 1 ب3 والفرق ما بينهم 2. الإشارات. قال لي إذا كانت إشارة الحد الأخير سالبة يبقى الإشارتين مختلفتين، والأكبر يشبه الأوسط. إشارة الأخير سالبة يبقى الإشارتين مختلفتين والأكبر يشبه الأوسط، والتاني عكسه. أما لو أي مسألة تانية لقيت إشارة الأخير موجبة، لو لقيت إشارة الأخير موجبة معنى كده أن الإشارتين هيكونوا متشابهتين، وبيشبهوا طبعا إشارة الأوسط. لو لقيت إشارة الأخير موجبة يبقى الإشارتين متشابهتين ويشبه إشارة الأوسط. ده كده تحليل الثلاثي البسيط. طب تعالى ناخد ثلاثي بس غير بسيط. أدي ثلاثي غير بسيط. طب سميناه ثلاثي ليه؟ لأنه بيتكون من 3 حدود. طب سميناه بسيط ليه؟ لأن السين تربيع المعامل بتاعها مش واحد، عشان كده سمي ثلاثي غير بسيط. طب بيتحلل ازاي؟ بنفتح له قوسين. الاتنين سين تربيع لما تيجي تحللها خلي الاتنين دي على جنب شوية، سيبها شوية على جنب. حلل السين تربيع، تقول لي السين تربيع تحليلها س في س. طب انا الاثنين احطها فين؟ قال لك الاثنين تحطها جنب السين الاولى او جنب السين الثانيه بمزاجك. احنا متعودين نحطها جنب السين الاولى. طيب استاذ احنا عايزين ايه دلوقتي؟ هل عايزين عددين لما يتضربوا في بعض يدوا 5 ولما يتطرحوا يدوا 3؟ لا، المقدار الثلاثي غير البسيط ما فيهوش تجديد، ما فيهوش كده، لازم اجرب. تقول لي طب هجرب ايه؟ ايه العددين اللي لما يتضربوا في بعض يدوا 5؟ تقول لي في حاجتين، يا اما 1 في 5 يا اما 5 في 1. طب تضحك؟ الاثنين غير بعض، ده يختلف عن ده. تعال نجرب الواحد في 5 كده نشوف هينفع ولا لا. حط هنا 1، حط هنا 5. اعرف منين اذا كان اختياري صح ولا غلط؟ تروح تضرب البعاد. بص الرقمين البعاد دول، 2 في 5 بكام يا هندسه؟ تقول لي 2 في 5 ب10. روح اضرب القريبين، 1 في 1 بكام يا هندسه؟ تقول لي 1 في 1 ب1. روح بص على الإشارة الأخيرة، الإشارة الأخيرة اسمها سالب، اطرح الكبير ناقص الصغير، الإجابة هتطلع 9. لو لقيت الإجابة دي هي الرقم ده يبقى معنى كده إن الاختيار اللي أنت اخترته صح. حيث أن هذه الإجابة مش هي الرقم ده معنى كده إن الاختيار بتاع 1 في 5 اختيارا خاطئا. طب الحل نجرب 5 في 1، يلا بينا. لو أنا جيت جربت جربت 5 في 1، يلا كده مستر انا هجرب 5 في 1. عايز اعرف بقى الاختيار بتاعي ده صح ولا غلط. اعمل ايه؟ اضرب البعاد، 1 في 2 في 2 ب2. اضرب القريبين، 5 في 1 ب5. روح بص على الاشاره الوسطيه، الاشاره الاخيره. الاشاره الاخيره سالبه يبقى انا هطرح، ولما تيجي تطرح الكبير ناقص الصغير، يعني 5 ناقص 2 ب3. لو ده لقيته هو ده بغض النظر عن الاشاره دي يبقى الاختيار بتاعك اختيارا صحيحا. فاضل لك بس تحط الاشارات. ايه الاشارات يا مستر؟ قال لك بص يا ابني، اذا كانت اشاره الاخير سالبه فان الاكبر يشبه الاوسط. مين يقدر يقول لي هو الواحد اكبر ولا ال5؟ تقول لي يا مستر ده مش 1 ده 2. يبقى لما تيجي تتكلم معايا يا مستر قول لي لو سمحت هو ال2 اكبر ولا ال5؟ تقول لي ال5 اكبر. طالما ال5 اكبر يبقى ال5 هتاخد الاشاره الوسطيه وهي السالب، وال2 تاخد الإشارة العكسية وهي الموجب. بكده انت حللت 2 س ناقص 5 في س زائد 1، وده تحليل المقدار الثلاثي غير البسيط.
بكده عدينا على الجزء الأول من محاضرتنا، وهو التحليل، ازاي نحلل الفرق بين مربعين، مجموع مربعين، الفرق بين مكعبين، الثلاثي البسيط والثلاثي غير البسيط. هي دي الخمس أنواع بتوع التحليل. بعض الأوقات هنلجأ للقانون العام. القانون العام ده هدفه إنه يحل المسائل أو المقادير الجبرية اللي بتتحلل واللي ما بتتحللش، عشان كده سمي قانون عام. طب هو القانون العام ده عبارة عن إيه؟ قبل ما أقول لك عبارة عن إيه، تعالى كده بص معايا. دي المعادلة التربيعية الأصلية بتاعة الدرجة الثانية. دي اسمها الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية. ألف س تربيع زائد باء س زائد ج تساوي صفر، وانت عارف ان الألف ده معامل الس تربيع، وان الباء معامل السين، وان الجيم ده الحد المطلق. المعادلة اللي من الدرجة الثانية اللي قدامك دي لو عايز تحلها القانون العام يحلها. طب ايه هو القانون العام؟ قال لي القانون العام هدفه ايجاد المتغير. احنا عايزين نعرف السين، عشان كده القانون العام اسمه س بيساوي، ده القانون العام، شرطة كسر سالب معامل س اللي هو الباء موجب او سالب الجذر التربيعي لمعامل س اللي هو الباء بس عليه تربيع ناقص 4 معامل س تربيع اللي هو ألف الحد المطلق اللي هو ج على 2 معامل س تربيع اللي هو ألف. هذا هو القانون العام. هدف هذا القانون العام انه يقدر يحل اي معادلة بتتحلل او ما تتحللش. عشان كده انا هختار معادلة من المعادلات اللي فاتت، هاخد اي معادلة من المعادلات اللي فاتت، وليكن هاخد المعادلة دي. انا هاخد المعادلة دي واحلها بالقانون العام. س تربيع زائد 2 س ناقص 3 تساوي صفر. اهي يا هندسة، س تربيع زائد 2 س ناقص 3 تساوي صفر. تعال نمسك المعادلة دي نحلها بالقانون العام. يلا يا هندسة. يبقى س تساوي سالب معامل السين اللي هو الباء معايا ب2 موجب او سالب جذر معامل السين اللي هو الباء بس تربيع 2 تربيع ناقص 4 الالف معايا ب1 والجيم معايا بسالب 3 على 2 ألف 2 في 1 لأن الألف ده معامل السين تربيع. ستصبح السين تساوي سالب 2 موجب أو سالب، يلا الناس الشاطرة في الحسابات، 2 تربيع ب4 و4 في 3 ب12 عشان سالب في سالب بموجب، 4 و12 16 جذر ال 16 4 و2 في 1 ب2. معنى هذا ان السين اللي انا عايزها ليها احتمالين. ممكن السين تبقى سالب 2 زائد 4 على 2، وممكن السين تبقى سالب 2 ناقص 4 على 2. ده اجابته هتطلع 2 على 2 فيها الواحد، وده اجابته هتطلع سالب 6 على 2 فيها السالب 3. يبقى حل هذه المعادلة بواحد وسالب 3. لو اخدت الرقمين دول الواحد والسالب 3 وعوضت بأي واحد منهم هنا هتلاقي الإجابة طلعت صفر. ده معنى كلمة حل المعادلة. يبقى أنا كده عرفت أحل المعادلة باستخدام القانون العام، لأن أنا هلجأ في بعض الأوقات لاستخدام القانون العام وإحنا بنشتغل. علي عم التكييف شوية. طيب قبل ما نكمل شغلنا، احنا كده وصلنا خلصنا التحليل وخلصنا القانون العام. عايز افكرك بالاعداد التخيليه وافكرك بالاعداد المركبه، لان احنا هنحتاجها واحنا في الباب الاول في الجبر، جبر سنه ثالثه. تعالى كده اما نفكرك بايه حكايه الاعداد التخيليه. يلا بينا. قال لي بص يا ابني، اول حاجه العدد التخيلي يرمز له بالرمز تاء. فلو لقيت اي عدد جواه تاء فهذا العدد يسمى عددا تخيليا. ما تعريف العدد التخيلي؟ قال لي العدد التخيلي هو العدد الذي مربعه يساوي سالب 1. يبقى انت لازم تكون عارف المعلومة دي، ان تاء تربيع بيساوي سالب 1. طب هو انا لازم اعرف دي بس؟ لا، لازم تعرف معاها 3 حاجات. لازم تعرف ان التاء لما يكون أسها 1 تبقى برضو بتاء، ده كلام مفروغ منه. تاء أس 1 بتاء، وتاء تربيع بسالب 1. ولازم كمان تبقى عارف أن التاء تكعيب بسالب تاء، وأن التاء
أس 4 بواحد. دي الحاجات اللي انت درستها في أولى ثانوي وهنحتاجها واحنا في سنة تالتة. يبقى تاء أس 1 بتاء لأن الأس 1 ملوش لازمة، وتاء تربيع بسالب 1، وتاء تكعيب بسالب تاء. وخلي بالكوا هي ليه تاء تكعيب بسالب تاء؟ لأن تاء تكعيب عبارة عن تاء تربيع في تاء، وتاء تربيع بسالب 1. سالب 1 في تاء بسالب تاء. طب هي ليه تاء أس 4 بواحد؟ لأن تاء أس 4 عبارة عن تاء تربيع في تاء تربيع، وتاء تربيع بسالب 1 تاء تربيع بسالب 1، وسالب 1 في سالب 1 بواحد. يبقى التاء أس 4 بتساوي الواحد. دي الحاجات اللي أنا محتاج إنك تبقى لازم تكون عارفها في الأعداد التخيلية. طيب إيه العدد المركب؟ قال لي العدد المركب ده هو عدد يتكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي. يعني على سبيل المثال لو أنا كتبت لك 2 زائد 3 تاء، ده اسمه عدد مركب لأنه يتكون من جزء حقيقي ويتكون من جزء تخيلي، فهذا يسمى عددا مركبا. عايز كمان أفكرك بحاجة اسمها العددان المركبان المترافقان، عشان دي بتيجي ساعات في امتحان ثانوية عامة. ما هما العددان المركبان المترافقان؟ العددان المركبان المترافقان متماثلان في التخيلي ومعكوسان جمعيان في متماثلان في الحقيقي ومعكوسان جمعيان في التخيلي. تقول لي ازاي؟ بص على المنظر ده كده. لو انا كتبت لك 2 زائد 3 تاء وكتبت لك 2 ناقص 3 تاء، دول اسمهم عددان مركبان مترافقان، لأن الحقيقي هو الحقيقي والتخيلي هو التخيلي بعكس الإشارة. فدول اسمهم عددان مركبان مترافقان، لازم تكون فاكرهم وعارفهم عشان لو حبينا أثناء الشغل نحاول نستفيد من المعلومة دي ما نتعطلش. دول اسمهم عددان مركبان مترافقان. لازم كمان تبقى عارف أن حاصل ضرب العددان المترافقان هو عددا حقيقيا. حاصل ضرب العددان المترافقان هو عددا حقيقي. يعني على سبيل المثال لو أنا جيت ضربت 2 زائد 3 تاء في 2 ناقص 3 تاء، دول اسمهم عددان مركبان مترافقان، حاصل ضربهم ما بيطلعش فيه تاءات. هعلمك طريقة مطولة وهعلمك طريقة سريعة وانت تختار. الطريقة المطولة بتقول ايه؟ بتقول انك هتوزع 2 في 2 ب4، و2 في سالب 3 تاء بسالب 6 تاء، و3 تاء في 2 ب6 تاء، و3 تاء في سالب 3 تاء هيدي سالب 9 تاء تربيع. يلا مستر جمع، يلا مستر جمع. السالب 6 تاء هتضيع مع ال6 تاء، والتاء تربيع بسالب 1 تتضرب في سالب 9 تدي 9، وهنا في 4 يبقى الإجابة النهائية ب13. طلع حاصل الضرب إجابة أو عددا حقيقيا. مش محتاج بقى أعمل الفرح ده كله وأنا في سنة ثالثة. في طريقة سريعة لضرب العددان المركبان المترافقان. إيه الطريقة السريعة دي؟ قال لك خد الرقم ده ربعه، خد الرقم ده ربعه واجمع النواتج. يا مستر خد الرقم ده ربعه، خد الرقم ده ربعه واجمع النواتج. الاتنين تربيع ب4 والتلاتة تربيع ب9، 4 و9 13. دي طريقة سريعة تقدر من خلالها تضرب العددان المركبان المترافقان. دي كده حاجة عايزينها من الأعداد المركبة. قبل ما أسيب البند ده عايز كمان أقول لك ماذا لو عندك مثلا 5 على 2 زائد تاء. ده كده يعتبر كسر المقام بتاعه مركب. هذا الكسر مش في أبسط صورة، أنا عايزه في أبسط صورة. وأثناء المسائل أعمل إيه؟ هتقابلنا في الباب الأول في سنة ثالثة. أستاذ وأنا شغال لو لقيت المقام بتاعي عدد مركب أعمل إيه؟ قال لي لو لقيت المقام بتاعي عدد مركب وأنت عايز تبسط الكسر اضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما. بص المنظر، ضربت في مرافق المقام بسطا ومقاما، يعني أنا ضربت في 1، يبقى أنا كده المسألة ما اتغيرتش بالنسبة لي. طيب هو الضرب في الجزء ده كده غير المسألة؟ لأ. طب الضرب في الجزء ده هيفيدني بإيه؟ هيخلي لي ده في الآخر خالص بسيط. تقول لي طب جرب، يلا بينا. اضرب البسط في البسط، 5 في 2 ب10، و5 في سالب تاء بسالب 5 تاء. اضرب المقام في المقام، يا ابني دول عددين مركبين مترافقين لسه شارحها لك. ربع الرقم ده، ربع الرقم ده واجمع النواتج. الاتنين تربيع ب4
والواحد تربيع بواحد، 4 وواحد 5. خدنا في المحاضرة بتاعة التفاضل لو تفتكر توزيع البسط على المقام، اقسم 10 على 5 تدي 2، اقسم السالب 5 تاء على 5 تدي سالب تاء. بص الجمال والحلاوة، كان 5 على 2 زائد تاء غير بسيط، أصبح 2 زائد تاء عددا مركبا بسيطا زي الفل، زبدة، أصبح جاهز لبقية الشغل زي ما هنشوف إن شاء الله أثناء شغلنا في سنة ثالثة. أضف إلى معلوماتك كمان ماذا إن كان المقام تخيلي، يعني لو كانت كده 5 على تاء، أعملها إزاي دي؟ لو كانت 5 على تاء أبسطها إزاي؟ قال لي لو المقام تخيلي اضرب في هذا التخيلي بسطا ومقاما. بكده أنت ما غيرتش المسألة إنك ضربت في واحد. طب اضرب يا مستر، 5 في تاء ب5 تاء، وتاء في تاء تاء في تاء بتاء تربيع اللي بسالب 1. 5 تاء على سالب 1 بسالب 5 تاء، أصبح السؤال مبسطا. بص كان منظره وشكله عامل ازاي، بقى شكله عامل ازاي، فأصبحت الدنيا متبسطة معاه. يبقى أنا كده عرفت الأعداد التخيلية المفروض إن أنا أعرف منها إيه، أعرف منها الحاجات دي، لأن أنا هقول لك هستفيد بدي إيه حالا دلوقتي. لازم أعرف إن تاء أس 1 بتاء، أعرف إن تاء تربيع بسالب 1، أعرف إن تاء تكعيب بسالب تاء، أعرف إن تاء أس 4 بتساوي الواحد. طب هم دول يا مستر هيفيدوني في إيه؟ تعالى بقى معايا. لو أنا مثلا أثناء المسائل، ودي بتقابلنا في النماذج الاسترشادية والكلام بتاع السلفات اللي جه منه معظم الامتحان، افرض يا مستر قابلني العدد ده وانا عايز ابسطه. قال لي لو قابلك اي عدد له اس كبير وعايز تبسطه شيل منه اربعاته. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني تعال، هو ال16 بيقبل الاسم على 4؟ تقول لي اه. قال لي بمعنى كده ان الاجابه 1. تقول لي طب افرض تاء اس 17. قال لي بسيطه، ال17 دي تقبل الاسم على 4؟ لا. طب ايه اول رقم قبلها يقبل الاسم على 4؟ تقول لي ال16. الفرق ما بين ال17 وال16 كام؟ 1. يبقى معنى كده ان الاجابه هتبقى تاء اس 1 اللي بتاء. طب سخن ايدك معايا، ماذا ان كانت تاء اس 26؟ يلا بينا. ال26 تقبل الاسم على 4؟ لا. ايه اول رقم قبلها يقبل الاسم على 4؟ تقول لي اول رقم قبلها يقبل الاسم على 4 هو 24. الفرق ما بين ال 26 وال 24 كام؟ 2. تقول لي معنى كده ان الاجابه دي هتبقى تاء تربيع اللي بسالب 1. دي جميله مستر. طب ماذا لو تاء اس 35؟ ال 35 تقبل الاسم على 4؟ لا. طب ايه اول رقم قبلها يقبل الاسم على 4؟ تقول لي 32. ال 35 وال 32 الفرق ما بينهم 3، يبقى معنى كده ان الاجابه هتبقى تاء تكعيب اللي بسالب تاء. فالطريقه دي تقدر تعرفك ازاي تطلع اي تاء اس اي رقم عندك ربنا خلقه. قلت له طيب افرض يا مستر التاء كان الاس بتاعها سالب. افرض التاء مثلا انا محتاج دلوقتي احط تاء اس سالب 20. تاء اس سالب 20 دي لو انا حبيت اجيب الناتج بتاعها اعمل ايه؟ قال لي بسيطه جدا يا مستر. قلت له قول. قال لي دلوقتي حضرتك ينفع تحط في الاس 1. قلت له يعني ايه احط في الاس 1؟ قال لي يعني هحط اول رقم بعد ال20 يقبل الاسم على. قلت له طب ال20 اصلا بتقبل الاسم على 4. قال لي لو الرقم ده بيقبل الاسم على 4 يبقى معنى كده ان الاجابه هتبقى 1. يعني تاء اس سالب 20 هتطلع 1. قلت له طيب ماذا لو الرقم ده يا مستر ما بيقبلش الاسم على 4 زي ده كده؟ تاء اس سالب 31. اعمل ايه؟ السالب 31 لا يقبل القسم على 4، اعمل ايه؟ قال لك اختار اول رقم بعد ال 31 يقبل الاسم على 4. ايه اول رقم بعد 31 بالاسم على 4؟ تقول لي 32. قال لك حط هنا 32. بس انا كده ما بوظتش المساله، لا، لان تاء اس 32 بواحد. يبقى معنى كده ان الاجابه هتبقى تاء اس 32 ناقص 31 بواحد، يعني تاء اس 1. بص الجمال. طب معلش يا مستر اديني تاني. تعالى يا ابني، لو انا حبيت اجيب تاء اس سالب 46. يلا بينا. ال 46 ما تقبلش الاسم على 4، اعمل ايه؟ دور على اول رقم بعد ال 46 يقبل الاسم على 4. تقول لي 48، معنى كده ان انا هحط هنا 48.
كده المسألة ما باظتش؟ لا، بقت تاء أس 48 ناقص 46 ب2 وتاء تربيع ب-1. تقدر تحل أي حاجة فيها تاءات، تقدر تتعامل بهذه الطريقة. يبقى أنا كده قدرت أوصل بالتاء بتاعتي أنا بتعامل معاها إزاي. ده كده ملخص سريع لكل اللي أنا عايزه في الأعداد التخيلية والأعداد المركبة. خدنا إيه يا باشمهندس لحد دلوقتي يا باشمهندسة؟ إحنا لحد دلوقتي بصينا بصة سريعة على أنواع التحليل، وراجعنا لك القانون العام، وبصينا بصة سريعة على الأعداد التخيلية والأعداد المركبة. الدور دلوقتي على إزاي أكون المعادلة التربيعية لو أنا معايا الجذرين بتوعها، عشان دي برضو أنا بحتاجها. تقول لي يعني إيه أكون المعادلة التربيعية وأنا معايا الجذرين بتوعها؟ بص كده، لو أنا عندي معادلة تربيعية كده، س تربيع ناقص 3 س زائد 2 تساوي 0. عارف الجذرين بتوعها هم ايه؟ هم السينات اللي لما اعوض بيهم في الطرف الايمن يطلع الايسر 0. طب ما تيجي نحلل، يلا حلل. السين تربيع س في س، عددين ضربهم 2 جمعهم 3، 1 في 2. إشارة الأخير موجبة، يبقى الإشارتين يشبه الأوسط. الكلام ده بيساوي 0. عندي حلين، إما س ناقص 1 ب0 ومنها س ب1، ده اسمه الجذر الأول، وإما س ناقص 2 ب0 ومن هنا السين ب2 وده اسمه الجذر الثاني. إحنا عايزين نعكس. ماذا لو دول معانا وعايزين دي؟ نعمل ايه لو الجذرين معانا وعايزين دي؟ قال لك طبق الفورمه بتاعه تكوين المعادله التربيعيه. ايه الفورمه؟ قال لي اكتب هنا س تربيع ثم حط اشاره سالبه ثم شوف الجذرين اللي معاك بكام واجمعهم، وبعد ما تجمعهم اضربهم في س ثم حط اشاره موجبه ثم شوف الجذرين اللي معاك بكام واضربهم، ثم صفر. دي الفورمة اللي أنا بكون منها أي معادلة تربيعية لو معايا الجذرين بتوعها. طب جرب كده وطبق يا مستر. يلا باشا، السين تربيع هتنزل والإشارة السالبة الأصلية هتنزل. يلا نشوف مجموع الجذرين. اجمع الجذرين دول يا هندسة، 1 و2 3، حط جنبهم س، نزل إشارة موجبة، اضرب الجذرين، 1 في 2 ب2، نزل الصفر، رجعت المعادلة لأصلها. بكده انت معاك طريقة ازاي لو معاك معادلة تطلع منها الجذرين، ازاي لو معاك جذرين ترجعهم للمعادلة الأصلية، عشان دي احنا بنحتاجها في المسائل كتير زي ما هتشوف أثناء الشغل بتاعنا. اللي بعده، عايز كمان افكرك بحته من الاعدادي واستخدمتها كتير وانت في اولى ثانوي، ازاي تحل معادلتين من الدرجه الاولى في متغيرين. ناس كتير بتعرف تعمل ده وناس للاسف ما بتعرفش تعمل ده. طب ده يتعمل ازاي؟ تعالى معايا. 2 س ناقص ص تساوي 5. حل دي. تقول لي المعادله دي ما بتتحلش لانها معادله في مجهولين. س زائد 3 ص تساوي -1. حل دي. المعادله دي ما بتتحلش لانها في مجهولين. طب ايه الحل؟ يتحلوا المعادلتين معا. عشان كده زمان كانوا بيسموهم معادلتين آنيتين، يعني بيتحلوا مع بعض في نفس الآن. تقول لي طيب يتحلوا ازاي؟ قال لك الاول هنحطهم تحت بعض بنفس ترتيبهم. يعني السينات جت الاول ثم الصادات ثم المطلق، دي معادله واحد. يبقى الناحيه الثانيه هاخد السينات الاول ثم الصادات ثم المطلق. المعادلتين دول هنحلهم عن طريق حاجه اسمها طريقه الحذف، يعني حذف احد المتغيرين فينتج المتغير الاخر. طب ازاي؟ تعال معايا. احنا عايزين نحذف السينات. السينات ما اقدرش احذفها الا لو كان كل واحد من دول معكوس جمعي للاخر. يعني ده 2 س لازم ده يبقى سالب 2 س. طب ده سالب ص لازم ده يبقى لازم ده يبقى ص. طب العمل؟ قال لك العمل ان احنا هندور على طريقه نخلي السينات معكوسين جمعيين لبعض او الصادات معكوسين جمعيين لبعض. طب وده يحصل ازاي؟ تعال فكر معايا. مش ده 3 ص؟ تقول لي اه. ماذا لو كان ده سالب 3 ص؟ كنت هشيلهم. لك الحق ان تضرب المعادله الاولى في 3 بس تتضرب كلها، لان في ناس بتضرب حته واحده بس، كله يتضرب في 3. ال3 يضرب ال2 س تدي 6 س، ال3 يضرب السالب ص يدي سالب 3 ص،
التلاتة يضرب الخمسة يدي 15. دي كده المعادلة الأولى بعد تعديلها. حط تحتها المعادلة 2 عشان أحذف. المعادلة 2 بقت س زائد 3 ص تساوي -1. أنا هعمل حاجة اسمها الجمع، يعني هجمع السينات أجمع الصادات أجمع المطلق، من حقي أعمل كده. يلا بينا اجمع السينات. 6 س وس يدي 7 س، -3 ص و3 ص ادى 0، فانا حذفت المتغير ص. من هنا سموها طريقه الحذف. 15 و-1 يدي 14. اقسم هذه المعادله على 2. تقول لي يا مستر اصبح معايا الس ب2، يبقى انا طلعت المتغير الاول. هاخد الس اللي ب2 واعوض في معادله 1 او معادله 2 او معادله 1 المعدله بمزاج مزاجك. انا هعوض في معادله 1. 2 في 2 ب4. هنزل السالب ص وهثبت الخمسة. هاخد السالب ص الناحية التانية بعكس الإشارة وهسيب الأربعة مكانها وهودي الخمسة الناحية التانية بعكس الإشارة. أصبحت قيمة الصاد تساوي -1. لو خدت السين أم 2 والصاد أم -1 وعوضت في أي معادلة من المعادلتين دول تحقق. جرب. س ب2 وصاد ب-1. أدي 2 أدي -1 أدي 2 أدي -1. يلا بينا. 2 في 2 ب4 ناقص 1 يبقى 5. طلعت صح. 2 3 في -1 ب-3. 2 و-3 يدي -1. فتحققت المعادلتين. دي طريقة هنستخدمها كتير عشان نحل معادلتين بالحذف أثناء الشغل بتاعنا، فأتمنى تكون افتكرت الطريقة. تعالى بقى نشوف حتة كانت موجودة في جبر سنة تانية الترم الأول. هنحتاج المجال واحنا شغالين في التفاضل. تخيل المجال بتاع الدوال هحتاجه وانا شغال في التفاضل في الباب التاني في التفاضل. لازم تكون عارف يعني ايه مجال. احنا واقفين في استوديو دلوقتي. المجال بتاعنا هو نطاق الاستوديو. اي حد خارج الاستوديو اللي احنا فيه ده بره عننا، لا يتبع الشغل بتاعنا الحالي. فالدالة او اي دالة في الدنيا ليها مجال بتتحرك فيه. في دوال بتنطلق في السماء المجال بتاعها كله، وفي دوال متكتفة. هنبدأ دلوقتي نقول لك كل دالة من الدوال تعرف البوتقة بتاعتها ايه، النطاق بتاعها ايه. تعال معايا. اولا كلمة المجال اللي مكتوبة قدامك باللون البني ده معناها الوجود. يعني احنا هنسألك الدالة دي موجودة فين في الرياضة. طب يلا بينا. ما هي الدوال كثيرات الحدود؟ تلاقي عيل داخل علم رياضة صدفة يقول لك هي الدوال اللي حدودها كتيرة. الكلام ده ما ينفعش، عيب تقوله. الدوال كثيرات الحدود هي الدوال اللي ما فيهاش س في مقام كسرها ولا فيها س جوه جذرها التربيعي. ده مش موجود وده مش موجود، غير كده تتسمى دالة كثيرة حدود. قلت له اديني مثال. تعال معايا. دالة س تساوي س تربيع زائد 5 س زائد 1. دالة كثيرة حدود. السين مش موجودة في المقام ولا السين موجودة جوه جذر تربيعي. دالة س تساوي 5. تخيل المعفنة دي اسمها كثيرة حدود، لأن لا السين موجودة في المقام ولا السين موجودة جوه جذر تربيعي. دالة س تساوي الجذر التكعيبي لس ناقص 1. دالة كثيرة حدود لأنها جوه جذر تكعيبي مش تربيعي. تقول لي طيب عايز توصل لإيه؟ قال لي أي دالة كثيرة حدود المجال بتاعها ح. أي دالة في الدنيا كثيرة حدود المجال بتاعها. يعني إيه المجال بتاعها ح؟ حط إيدك في جيبك وطلع عدد موجود في الرياضة. أي عدد في الرياضة حطه هنا ينفع، نزله هنا ينفع، نزله هنا ينفع. ده معنى كلمة المجال. أي رقم رياضة يجي في بالك عوض هنا مكان السين هتلاقي ناتج. عوض هنا مكان السين. إيه ده؟ هو هنا في سين؟ هنا في سين أس 0 بس مش مكتوبة، لأن سين أس 0 بواحد، فالسين موجودة. عوض هنا مكان السين تلاقي الإجابة تطلع. مستر هو في جذر تكعيبي العدد ممكن يبقى سالب؟ عادي. جذر التكعيبي ممكن يبقى في عدد سالب. خلاصة الجول بالصعيدي أي دالة كثيرة حدود، يعني السين مش موجودة في مقام كسرها ولا السين موجودة جوه جذرها التربيعي، تسمى دالة كثيرة حدود والمجال بتاعها بحا.
طيب ايه كمان؟ قال لي الدوال الكسرية. ايه الدوال الكسرية؟ قال لي هي اي دالة في الدنيا السين موجودة في مقامها، عكس اللي فاتت. قال لي عايز تعرف المجال بتاع الدوال الكسرية، هو كل الأعداد الحقيقية ما عدا الأرقام اللي هتصفر المقام، سموها أصفار المقام. دي مهمة جدا في التفاضل، اسأل العيال بتوع سنة ثالثة. تقول لي طب اديني مثال. بص اهي يا باشا، دالة س تساوي 1 على س اهي، دي اسمها دالة كسرية. عايز تعرف مجالها؟ خد المقام صفره. اهو مستر المقام صفرته، يبقى المجال هو كل الاعداد الحقيقية ما عدا اصفار المقام. حط مكان السين اي رقم ربنا خلقه ينفع ما عدا الصفر، يبقى الدالة دي موجودة في ح فرق الصفر. طب بص على دي، دالة س بتساوي 5 س زائد 1 على س تربيع زائد 2 س زائد 1. دي دالة كسرية. أخبار البسط إيه؟ ولا يشغلني، البسط ده باشا البشوات. البسط يبقى موجب، البسط يبقى سالب، البسط يبقى صفر، ما يشغلنيش. أنا اللي يشغلني المقام، لازم المقام ده ما يبقاش صفر. طب أنا أعرف منين إن المقام بصفر؟ قال لي خد المقام صفاره. طب صفرته، حلله. السين تربيع س س، شفت التحليل اللي بدأت بيه في بداية المحاضرة؟ راكب معايا طول السنة. عددين ضربهم 1 جمعهم 2 اهو. إشارة الأخير موجبة، يبقى الإشارتين يشبهها الأوسط. من الأولانية السين بسالب 1 ومن الثانية السين بسالب 1. معنى كده ان المجال هو كل الاعداد الحقيقيه اللي ربنا خلقها في الدنيا ما عدا الارقام اللي هتخلي المقام بصفر. يبقى الداله الكسريه المجال بتاعها هو ح فرق اصفار المقام. لازم تكون عارف هذه المعلومه. عرفت مجال الدوال كثيرات الحدود، عرفت مجال الدوال الكسريه. خش معايا بقى على الدوال اللوغاريتميه. هو اللوغاريتم ده يا مستر كان له حاجة أنا متأيد بيها؟ قال لي آه. قلت له طب قول. بص يا باشا، بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنا جيت كتبت لك لوغاريتم حاجة لأساس ما، هل عندك قيود وأنت بتكتب ده؟ قال لي آه. قلت له قول. قال لي حضرتك لازم اللي يتكتب هنا ينتمي لحاه الموجبة. يعني اللي يتكتب هنا يبقى عدد حقيقي موجب، لا يجوز الصفر، لا يجوز السالب. قلت له طب واللي يتكتب هنا كأساس للوغاريتم؟ قال لي لازم ينتمي لحاه الموجبة برضو، بس ما ينفعش تاخد الواحد. عشان كده المجال لو السين موجودة هنا يبقى هاخد السين دي أقول عليها أكبر من الصفر كحاه موجبة. طب لو السين موجودة هنا تبقى أكبر من الصفر كحاه الموجبة ما عدا الواحد. يبقى من الحاجات المهمة قوي بالنسبة لي إن أنا أعرف هي الدالة اللوغاريتمية دي موجودة فين؟ قال لي موجودة هنا لو ده عدد حقيقي موجب، موجودة هنا لو ده عدد حقيقي موجب وليس صفرا. على سبيل المثال ضع علامة صح أو خطأ. لوغاريتم 4 للأساس 2. مستر ده حقيقي موجب وده حقيقي موجب ومش واحد، يبقى الإجابة هتطلع. يبقى المسألة دي موجودة، المسألة دي موجودة في الحياة. طب الإجابة اللي هتطلع بتطلع إيه؟ تطلع موجب، تطلع سالب، تطلع صفر، تطلع كسر، تطلع جذر، ولا يشغلني، ينفع. طالما ده حقيقي موجب وطالما ده حقيقي موجب ومش واحد، الإجابة اللي تطلع ما تشغلنيش، تقبلها زي ما هي. تقول لي طيب ضع علامة صح أو خطأ. لوغاريتم -1 للأساس 14، ها إجابة صحيحة ولا خاطئة تطلع؟ ما ينفعش. اكتب على الآلة لوج وحط -1 فوق وحط تحت 14، الآلة تقول لك ما ينفعش، عيب، ماس ايرور، فده لا يجوز لأنه لا ينتمي لحا الموجبة. طب بص على دي، لوغاريتم 15 للأساس 1، جرب على الآلة، تنفعش. لازم الأساس يكون حاه الموجبة ما عدا الواحد، فدي أيضا لا تجوز. بكده أنت عرفت إن المجال بتاع
ما داخل اللوغاريتم هو الأعداد الحقيقية الموجبة، والمجال بتاع أساس اللوغاريتم هو الأعداد الحقيقية الموجبة ما عدا الواحد. بكده احنا عرفناك الدالة اللوغاريتمية متواجدة فين أو موجودة فين. عايز أتكلم معاك شوية في الدوال الزوجية والدوال الفردية، لأن دي هتنفعني كتير قوي أثناء جزء كده معين موجود عندنا في الجبر في الباب الثاني. طيب مستر، هو أنا أعرف منين الدالة إنها دالة زوجية وأعرف منين الدالة إنها دالة فردية؟ تعال أول نفكرك. السنة اللي فاتت وانت في سنة تانية كنا بنقول لك لو الشبكة اللي قدامك بالمنظر ده الدالة دي اسمها دالة زوجية، وكنا بنقول لك لو الشبكة اللي قدامك بالمنظر ده الدالة دي اسمها دالة فردية. طب الدوال الزوجية والدوال الفردية من غير رسومات، هل في طريقة تنفع تتعمل؟ قال لي قلت له قول. قال لي بص، احنا هنديك دالة. قلت له ايوه. قال لي لو رحت جبت سالبها، لو رحت جبت دالة سالبها ولقيتها هي الدالة، في الحالة دي الدالة تبقى زوجية. ده الشرط بتاع الدالة الزوجية. هنديك دالة لو رحت جبت سالبها لقيتها بتساوي سالب الدالة، بص الفرق ما بين دول، في الحالة دي الدالة تبقى دالة فردية. يبقى الدالة الزوجية دالة سالب س بتساوي دالة س، وهدي لك دلوقتي مسألة أقول لك بتتعمل إزاي. طب الدالة الفردية دالة سالب س بتساوي سالب دالة س، لأن أنا هحتاج أثناء المسائل أقول لك هي دي زوجية ولا فردية، تقول لي هبحث. بحث الزوجية وبحث الفردية بيتعمل بهذين القانونين. طب اديني يا مستر. يلا باشا، عايزين نعرف الدالة اللي قدامنا دي دالة زوجية ولا دالة فردية. يلا بينا. أول حاجة هعملها هروح أجيب دالة سالب س، يعني شلت السين حطيت مكانها سالب، هشيل السين وأحط مكانها سالب، هشيل السين وأحط مكانها سالب. دي الخطوة الأولى. دالة سالب س هتساوي مستر الأس الزوجي بيطير السالب، برافو عليك، فهتطلع س تربيع زائد في دوال مثلثية لما بتدخل على السالب بتكنسل السالب، وفي دوال مثلثية لما بتدخل على السالب بتخلي السالب. طب ما تفكرني كده مستر، تعالى معايا بره يا باشمهندس بعد ما تصلي على النبي. احنا عندنا صلى الله عليه وسلم عندنا دالة الجا ومقلوبتها قا لما بيدخلوا على السالب بيكنسلوا السالب. باقي الدوال زي الجا ومقلوبتها قتا والظا ومقلوبتها زطا لما بيدخلوا على السالب السالب يفضل موجود. تقول لي طيب الجتا لما بتدخل على السالب تكنسل السالب، يعني هنا هتنزل الجتا والسالب يضيع. تقول لي ايوه استفدنا ايه يعني؟ قال لك استفدنا الاتي، مش انت ملاحظ ان ده هو ده بالملي؟ تقول لي معنى كده ان دالة سالب س ساوت نفس دالة س، يعني الدالة زوجية. هستفيد بيها ايه سنة تالتة؟ طبعا مش وقته، انا لسه ما شرحتش منهج سنة تالتة، احنا دلوقتي بنجهز بنديك بعض الاساسيات اللي احنا هنستفيد بيها واحنا شغالين في سنة تالتة. طب ما تديني واحدة كمان. يلا بينا. دالة س هخليها دالة سالب س، الجا هتنزل، السين هخليها سالب س، يبقى دالة سالب س هتساوي، يلا بينا، الجا لما تدخل على السالب تعمل ايه؟ قال لي بتخليه، بس بتخليه بره هنا كده وبنزل جا س. تقول لي معنى كده ان دالة سالب س هتساوي مستر السالب دي لو انا سبتها اقدر اشيل جا س واحط مكانها دالة س، لان جا س بتساوي دالة س، يبقى دي بتساوي سالب دالة س. ايه ده مستر؟ ده طلعت دالة سالب س بتساوي سالب دالة س، معنى هذا ان هذه الدالة هي دالة فردية. ده كده جزء من الاجزاء، ده هيفيدني في التكامل كمان، في جزء كده من الاجزاء هيفيدني في تكامل الدوال. الجزء ده مهم جدا اثناء ما انا بشتغل. كده عرفنا الدوال الزوجية والدوال الفردية، عدينا لك عليها وفكرناك بيها. اللي بعده عايزين بقى نتكلم على حتة هتفيدني في التفاضل، حاجة اسمها الاضطراد.
احنا درسنا في سنة تانية ان في 3 انواع من الاضطرادات. في وقت الدالة فيه بتكون تزايدية، وفي وقت الدالة فيه بتكون تناقصية، وفي وقت الدالة فيه بتكون ثابتة. طب يا مستر لو سمحت اديني كده واحدة. بص على المنظر ده، بص على المنظر ده، بص على المنظر ده. لما تيجي تبص على الدالة اللي باللون الأحمر، عايز تعرف هي تزايدية ولا تناقصية ولا ثابتة، لازم تقف في أقصى اليسار. انت ما ينفعش تقف في أي حتة في الدالة، لازم تقف في أقصى اليسار. وقفت امشي بقى. تقول لي يا مستر أنا نازل، معنى كده إن الجزء اللي باللون الأحمر ده يعبر عن دالة تناقصية. مستر طب ما أنا ممكن أقف هنا وألاقي نفسي طالع. ما أنت ما بتقفش بمزاجك، أنت بتقف في أقصى يسار الرسمة وبتنزل أو بتطلع. طب بص على الجزء الازرق، الجزء الازرق يا مستر اقصى يساره هنا. طب انا كده لقيت نفسي طالع، يبقى الجزء اللي باللون الازرق ده داله تزايديه. طب خش على الجزء اللي باللون الاسود، مستر انا اقصى اليسار هنا، انا لا طالع ولا نازل. معنى كده ان الجزء اللي باللون الاسود يعبر عن اضطراد ثابت او الداله الثابته. بكده فكرناك على جزء خاص بالاضطراد. عايز اتكلم معاك شوية على بعض خواص اللوغاريتمات، دي هتفيدني شوية اثناء المسائل. يلا بينا. بص يا ابني بعد ما تصلي على النبي، لوغاريتم ألف للأساس ألف، لو لقيت دول متشابهين الإجابة 1، يبقى لوغاريتم ألف للأساس ألف بتساوي الإجابة 1. اللي بعده لوغاريتم الواحد لأي أساس ربنا خلقه ينتمي لحاه الموجبة ما عدا الواحد، الإجابة 0. لوغاريتم الواحد بصفر لأي أساس ينفع يتكتب. التالتة لوغاريتم ضرب، ده اللي الضرب حاجتين، ممكن أكتبه لوغاريتم الحاجة الأولى للأساس زائد لوغاريتم الحاجة التانية لنفس الأساس. يبقى أنا ممكن لوغاريتم حاجتين مضروبين، الضرب بيتفرد بالجمع، والكلام ده خدته السنة اللي فاتت. لوغاريتم حاجتين مقسومين، ممكن اكتب لوغاريتم البسط للاساس ناقص لوغاريتم المقام للاساس. يبقى الضرب بيتفرد بالجمع والقسمه بتتفرد بالطرح. لوغاريتم س اس رقم اس نون اس رمز، ينفع امسك الرمز ده وانزله هنا. يبقى لوغاريتم س اس نون للاساس الف ينفع تتكتب نون لوغاريتم س للاساس الف. بكده انت عديت على 5 خواص للوغاريتمات. لوغاريتم حاجتين متشابهتين، لوغاريتم ألف للأساس ألف ب1، لوغاريتم 1 للأساس ألف ب0، ولوغاريتم حاجتين مضروبتين ينفع يتفك بالجمع، ولوغاريتم حاجتين مقسومتين ينفع يتفك بالطرح، واللوغاريتم لو في أس ممكن ننزل الأس بره فيصبح بهذا الشكل. عايز اتكلم معاك شوية على المتتابعات الحسابية والهندسية والمتسلسلات الحسابية والهندسية ورمز التجميع. تعالى كده ندردش مع بعض شوية في العنوان ده عشان ممكن نحتاجه واحنا شغالين. يلا بينا. بص كده على المنظر ده، 2 5 8 11 14. هتلاحظ ان المتتابعة بتزيد زيادة منتظمة بس عن طريق الجمع. الاتنين بقت 5 زادت 3، 5 بقت 8 زادت 3، 8 بقت 11 زادت 3، 11 بقت 14 زادت 3. قال لك المتتابعة اللي بتزيد زيادة منتظمة بالجمع او تنقص نقصان منتظم بالطرح بتتسمى متتابعة حسابية. ايه الفرق ما بين المتتابعة الحسابية والمتسلسلة الحسابية؟ قال لي المتسلسلة الحسابية هي المتتابعة الحسابية، بس بنشيل الأقواس والفواصل ونحط ما بينها جمع. يعني هتبقى كده يا باشا، بدل 2 5 8 11 14 هتبقى 2 زائد 5 زائد 8 زائد 11 زائد 14، ودي برضو هتبقى متسلسلة حسابية. فدي متسلسلة ودي متتابعة. بكده انت افتكرت ايه هي المتتابعة الحسابية وايه هي المتسلسلة الحسابية. تمام يا مستر؟
عايزين نفتكر المتتابعة الهندسية والمتسلسلة الهندسية. لو أنا جيت كتبت لك المنظر ده 5 10 20 40 80، هتلاحظ ان المتتابعة اللي قدامك دي بتزيد بالضرب. الخمسة بقت 10 اتضربت في 2، 10 بقت 20 اتضربت في 2، 20 بقت 40 اتضربت في 2، وهكذا. قال لي هذه المتتابعة تسمى متتابعة هندسية. الفرق بين المتتابعة الهندسية والمتسلسلة الهندسية نفس الكلام، ان الفواصل تتحول الى جمع. يعني 5 زائد 10 زائد 20 زائد 40 زائد 80 دي كده اسمها متسلسلة هندسية. بكده انت عرفت ايه الفرق ما بين المتتابعة الحسابية والمتسلسلة، المتتابعة الحسابية والمتسلسلة الحسابية، والمتتابعة الهندسية والمتسلسلة الهندسية. تعال بقى اما نقول لك ايه رمز التجميع ده، لان ده اهم واحد فيهم. رمز التجميع شكله ايه وبعمله ازاي؟ تعال معايا. لو انا جيت كتبت لك المنظر ده، المنظر ده لما اكتبه لك اسمه سيجما. بعض الناس بتقراه سميشن، جاي من SUM اللي هو الصم، جاي من كلمة سميشن. والسيجما ده هو عبارة عن رمز التجميع اللي لما تشوفه يبقى معنى كده المسألة بتقول لك اجمع. قلت له طب معنى ايه؟ معنى كده ايه؟ قال لك لما نكتب لك سيجما 5 راء من الراء بواحد لحد الخمسة مثلا، ونقول لك حل لنا دي، معنى كده انك هتعوض مكان الراء بواحد زائد مكان الراء باتنين زائد مكان الراء بتلاتة زائد مكان الراء باربعة زائد مكان الراء بخمسة. ده معنى السيجما اللي هي رمز التجميع. 5 في 1 ب5، 5 في 2 ب10، 5 في 3 ب15، 5 في 4 ب20، 5 في 5 ب25. ادي 5 زائد 10 15، 15 و15 30، 30 و20 50، 50 و25 75. معنى كده ان السيجما ليها ناتج. بكده قدرنا نطلع السيجما بتساوي 75. ده السيجما اللي هو رمز التجميع هنحتاجه اثناء الشغل بتاعنا. اللي بعده عايزين نتكلم معاك شوية على مضروب العدد والتباديل والتوافيق. ايه المضروب وايه التباديل وايه التوافيق؟ خدناها السنة اللي فاتت، لسه من 3 شهور في الترم الثاني في سنة تانية. يلا نبدأ بالمضروب. نبدأ أول حاجة بمضروب العدد. مضروب العدد يرمز له بالرمز ده. لو احنا كتبنا لك المنظر ده، المنظر ده يعبر عن حاجة اسمها مضروب العدد. طب المضروب بيتجاب ازاي مانوال وبيتجاب ازاي بالآلة وايه الخواص بتاعته؟ قال لي بص، لو انا جيت كتبت لك مضروب الخمسة وقلت لك مضروب الخمسة ده يطلع بكام؟ تقول لي مضروب الخمسة هو عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1. بمسك الرقم وافضل انزل 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 لحد ما اوصل لحد الواحد. ادي 5 في 4 ب20، ادي 60، ادي 120. فهيطلع مضروب الخمسة ب 120. قلت له تمام. قال لي كمان خلي بالك ان انا ينفع اكتب مضروب الخمسة كده. مضروب الخمسة ممكن اكتبه كده 5 مضروب 4. مفيش مشكلة خالص. ممكن اكتبه كام؟ 5 في 4 مضروب 3. مفيش مشكلة عندي خالص. قلت له طيب في حاجة كمان عايز تقولها؟ قال لي ممكن اجيب مضروب الخمسة على الآلة. فحضرتك هتكتب كده 5 وتدوس على زرار الشيفت وتدوس على زرار اكس جنبه -1، ده موجود كده فوق على اليمين. لما تكتب 5 شيفت اكس -1 هتلاقي الإجابة طلعت لك على الآلة 120. بكده انت عرفت ازاي بتجيب المضروب على الآلة. أضف إلى معلوماتك ان مضروب الواحد ومضروب الصفر بواحد. الحاجتين دول من الملاحظ او من الملحوظات اللي احنا لازم نبقى عارفينها، ان مضروب الواحد ومضروب الصفر بواحد. اضف الى معلوماتك انه لا يوجد مضروب لعدد سالب. مفيش مضروب لعدد سالب، فمضروب العدد السالب غير موجود. دي كده كل ما يخص المضروب.
تعال نتكلم شوية على التباديل. التباديل دي كانت موجودة في سنة ثالثة السنة قبل اللي فاتت، واتشال التباديل ونزلت كلها في سنة تانية، فانت درست التباديل فلازم نراجعها معاك ونقول لك ايه موضوع التباديل ده. يلا بينا. التباديل قال يرمز للتباديل بالرمز لام. لو انا جيت كتبت لك 5 لام 2، ال5 ده بيتسمى علم وال2 ده بيتسمى دليل. يعني احنا عندنا حاجتين بنبدلهم في 5 اماكن. طيب 5 لام 2 لما احب اجيب الناتج بجيب الناتج ازاي؟ قال الناتج بتاعها بيكون عبارة عن مضروب العلم على مضروب الفرق بين العلم والدليل. يعني ده هيطلع مضروب ال5 على مضروب ال3. يعني ده هيطلع 5 في 4 مضروب 3 على مضروب 3، يعني إجابة ده هتطلع ب20. طب لو حبيت أجيب التباديل على الآلة هكتب إيه على الآلة؟ هتكتب 5 ثم هتدوس على زرار الشيفت ثم زرار الضرب ثم تكتب الدليل ثم تكتب يساوي، هتلاقي الآلة مطلعة لك ال20. يبقى دي طريقة إيجاد التباديل. خلي بالك إن لازم العلم يكون أكبر أو يساوي الدليل. يعني لازم الرقم اللي بيتكتب هنا يكون أكبر أو يساوي الرقم اللي بيتكتب هنا. يعني 5 لام 2 تنفع، 5 لام 5 تنفع، 2 لام 5 ما تنفعش، لأن أنا ما ينفعش أبدل 5 حاجات في مكانين، ده مش منطقي. يبقى معنى كده إن دي الحاجات الخاصة بالتباديل اللي أنا محتاج أبقى عارفها عشان أستخدمها وأنا في منهج سنة ثالثة. كده عرفنا المضروب وعرفنا التباديل، تعال نجرب التوافيق. التوافيق قال لي التوافيق يرمز لها بالرمز ق. فلو أنا مثلا حبيت أجيب 6 ق 3، لما أحب أجيب 6 ق 3 هجيبها إزاي؟ قال لي عشان تجيب التوفيقة أصلها تبديلة، فال6 ق 3 كانت عبارة عن 6 لام 3 على مضروب ال3، مضروب اللي تحت. قلت له طيب أستاذ هي ال6 لام 3 دي كانت بتتجاب إزاي؟ كانت بتتجاب مضروب ال6 على مضروب الفرق ما بين ال6 وال3 وتحت مضروب 3. تقول لي تمام، بعد اذنك يا مستر انا هضرب هنا في مضروب 3 عشان دي تمشي، وهضرب هنا في مضروب 3 عشان ما اكونش بوظت المساله. فهيتبقى لي في البسط مضروب 6، وهيتبقى لي في المقام مضروب 3 في مضروب 3، مضروب 3 هنا ب6 مضروب 3 هنا ب6، 6 في 6 ب36. شوف بقى انت مضروب ال6 بكام عندك، وبكده انا ممكن اعمل الحركه دي. ممكن أقول إن مضروب ال6 هو عبارة عن 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، ودي 36. أنا بحبش أمسك الآلة كتير، بحب أختصر كده بإيه بدماغي. أستاذ 6 في 6 ب 36 تضيع مع ال 36 اللي تحت، فالإجابة النهائية هتبقى 20. طب انا ايه اقدر اجيب التوفيقه باستخدام الاله على طول؟ مفيش مشكله خالص. هتكتب على الاله 6 بس شفت اسم المره دي، ثم هتكتب الدليل ثم هتكتب يساوي 6 شفت اسم 3، هتلاقي نفس الاجابه اللي احنا طلعناها مانيوال. يبقى انت كده عرفت ان التوافيق اصلها تباديل مقسومه على مضروب الدليل. أضف إلى معلوماتك إن برضو لازم العلم يكون أكبر أو يساوي الدليل. لازم العلم يكون أكبر أو يساوي الدليل. الكلام ده ثابت سواء كان في التباديل، لازم العلم يكون أكبر أو يساوي الدليل، ولازم يكون ثابت في التوافيق العلم أكبر أو يساوي الدليل. بكده عدينا لك بشكل سريع على مضروب العدد، عرفنا ايه هو مضروب العدد، كمان عرفنا او اتكلمنا على التباديل واتكلمنا على التوافيق بصينا لك عليها بشكل سريع عشان واحنا شغالين ما نعطلش. انا فاضل لي 3 لقطات. فاضل لي حاجة اسمها قانون النسبة، فاضل لي حاجة اسمها قانون الجمع،
فاضل لي حاجه اسمها قانون التبسيط، وبعدين اقول لك اقفل الفيديو وانزل اتفسح. بكده خلاص احنا امورنا هتبقى ان شاء الله زي الفل. ايه قانون النسبة بين توفيقتين متتاليتين؟ اولا القانون ده كان موجود في منهج سنة ثالثة السنة قبل اللي فاتت. اخدوا القانون ده نزلوه في سنة تانية، انت درست ده السنة اللي فاتت في سنة تانية عشان احنا هنحتاجه واحنا في سنة ثالثة، فلازم اعديلك عليه مرة عشان تعرف الامور بتاعتك هتمشي ازاي. تقولي طيب ايه يا مستر النسبة ما بين توفيقتين متتاليتين؟ قال لك بص يا ابني، لو انت عندك هنا نسبة، بص اللي بكتبه بعلم عليه، نسبة يعني شرطة كسر ما بين توفيقتين متتاليتين. يعني ايه توفيقتين متتاليتين؟ يعني لو انا كتبت التوفيقة الاولى نون قاف راء، يبقى التوفيقة اللي بتليها نون قاف راء ناقص واحد، دول اسمهم توفيقتين متتاليتين. قال لك لو عايز تقسم توفيقتين متتاليتين مش شرط تروح تجيب الاولى وتروح تجيب الثانيه وتقسم النواتج، لا مفيش الكلام ده. قلت لي طب ما نعمل ايه؟ قال لك عندنا قانون سهل قوي اسمه قانون النسبه. قلت له قول. قال لي هنمسك العلم اللي هو هيكون هنا متشابه وهنكتبه وهنطرح منه الدليل الكبير، ولازم الكبير يبقى فوق. هنطرح منه الدليل الكبير، الدليل ده راء، ده راء ناقص واحد يبقى ناقص راء، وهنجمع عليه واحد ونقسم على الدليل الكبير. دي كده طريقة أقدر من خلالها أنجز وأنا بقسم توفيقتين متتاليتين. اديني مثال يا مستر. بص يا باشمهندس بعد ما تصلي على النبي، لو أنا كتبت 5 ق 3 على 5 ق 2، العيال اللي بتطلع من اللي جاي يقول لك اصل انا ما لحقتش احل. انت ما لحقتش تحل عشان انت ما عندكش المعلومات كامله. في عيال هتروح تجيب ده وتروح تجيب ده وتقسم. بص الواد الشاطر دول اسمهم توفيقتين متتاليتين. خد الخمسه اطرح منها الثلاثه واجمع عليها واحد واقسم على الثلاثه. 5 ناقص 3 ب 2، 2 و1 3 على 3 فيها الواحد، المساله خلصت. بكده انا عرفت النسبه ما بين توفيقتين متتاليتين. يبقى ده قانون بينجزك ازاي، بس بشرط لازم يكونوا التوفيقتين متتاليتين. يعني ايه توفيقتين متتاليتين؟ يعني الدليلين دول بيكونوا ورا بعض والكبير بيكون فوق. طب افرض الصغير هو اللي فوق، شقلب دول عشان برضو تبقى بتفهم معايا. افرض ده كان فوق وده كان تحت، ده ينزل تحت وده يطلع فوق، عادي مفيش مشكله بالنسبه لنا خالص. نفس الكلام بس هنعلمك ازاي تجمع توفيقتين متتاليتين، مش بقى تجيب مش تقسمهم، لا هنعلمك ازاي تجمعهم. طب فرجنا يا مستر. لو انا عندي نون قاف راء عايز اجمعها مع نون قاف راء ناقص واحد، هل اروح اجيب التوفيقه الاولى واروح اجيب التوفيقه الثانيه واجمعهم؟ قال لك لا عندنا طريقه سهله قوي. قلت له قول. قال لي هنمسك العلم ده، شايفه؟ قلت له اه. قال لي هنجمع عليه واحد. قلت له عظيم. قال لي هنكتب قاف. قلت له كويس. قال لك هناخد الدليل الكبير في دول. مسألة خلصت. يبقى نون قاف راء زائد نون قاف راء ناقص واحد تساوي نون زائد واحد قاف راء. اديني مثال يا مستر. يلا بينا. لو انا كتبت لك مثلا 5 قاف 2 او خليها 3 زائد 5 ادي 5 قاف 3 زائد 5 قاف 2. اعمل ايه يا مستر؟ هروح اجيب الاولى لوحدها واجيب الثانيه لوحدها؟ لا 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 فيش الكلام ده. 5 اجمع عليها واحد تبقى 6 ونزل القاف وخد الدليل الكبير تطلع 6 قاف 3. تقول لي طيب 6 قاف 3 دي اعرف اجيبها؟ اه هاتها بالاله او هاتها مانيوال، مفيش مشكله بالنسبه لنا خالص. يبقى انا كده عرفت ازاي بجمع توفيقتين متتاليتين. القلم وقع. ماشي كده عرفنا النسبة ما بين توفيقتين متتاليتين بتتجاب ازاي، وعرفنا ازاي بجمع توفيقتين متتاليتين. اخر حاجة، في حاجة عندنا اسمها قانون التبسيط. عندنا حاجة مهمة قوي لازم تاخد بالك منها. قلت له حلو قوي. امسك كده آلتك يا باشا واعمل معايا الحركة دي. روح كده هات لي 10 قاف 6. ماشي يا مستر جبتها، بس انت طبعا اكيد مش سامعني. جبتها خلاص، اعمل ايه؟ قال لك روح هات 10 قاف 4 هتلاقيهم قد بعض. قلت له ايه ده؟ ايه السحر ده؟ ليه اشمعنى 10 قاف 6 بتساوي 10 قاف 4؟ خد دي كمان لحد ما تستكشف.
روح هات لي 12 قاف 10 وروح هات 12 قاف 2 هتلاقيهم قد بعض. واخر واحده عشان تنطق بقى اللعبه دي جت منين. روح هات مثلا 9 قاف 5 وروح هات 9 قاف 4 هتلاقيهم قد بعض. ليه يا مستر؟ عشان مجموع دول بيساوي ده. نعم، عشان مجموع دول بيساوي ده. عشان مجموع دول بيساوي ده. فطلع عندك قانون اسمه قانون التبسيط، بيقول أن نون قاف راء يساوي نون قاف نون ناقص راء. بص، نون قاف راء 10 قاف 6 بيساوي نون قاف نون ناقص راء بيساوي 10 قاف. اطرح دول من بعض، 10 ناقص 6 يدي 4. هذا هو قانون التبسيط. ده قانون بنستخدمه، خد بالك منه عشان لو احتاجناه في سنة تالتة. خلصنا نص الكورس التأسيسي، خلصنا التفاضل مع المثلثات، خلصنا التكامل، خلصنا الجبر. شد حيلك يا باشا عشان لما نيجي نبدأ ان شاء الله على خير تكون متمتن في اللي فات وما نعطلش. منهج سنة تالتة ده متعة، منهج جميل وهنحل عليه كتير وهنشتغل عليه كتير، هنعمل امتحانات كتير ان شاء الله. ربنا يكرمك. ال60 درجه بتوع الرياضه احنا معانا ناس مقفلين، انت شفتهم اكيد، شفت فيديوهاتنا وشفت الناس بتوعنا عاملين ازاي. لو انت اشتغلت بنظام وبحماس وما تتدلعش ان شاء الله باذن الله هتقفل وتجيب اعلى الدرجات باذن الله. اشوفكم على خير في رعايه الله.